مشروعات ضخمه جدا زي ما بنشوف هنا في محافظه اسكندريه، في محافظات كتير جدا. الجهات الغير الحكوميه بتعمل مشروعات جامده. فاحنا محتاجين فعلا تدعيم الجهات الغير الحكوميه والهيئات الغير منظمه. في هناك مجموعه مشروعات بتتناسب مع الريف وبتتناسب مع المدينه. لو بصينا للريف هنلاقي فيه مشكله المخلفات الزراعيه زي قش الرز، حطب القطن، قش الذره، والعديد من المخلفات اللي موجوده في الريف. فلو اخذنا المخلفات دي وانطحنت او اتفرمت واتعملت عليقه بنسبه 85% وبنضيف لها 15% مركبات زي ايه؟ بواقي المطاحن، بواقي المضارب الارز، بواقي مصانع الاغذيه الجاهزه، الاغذيه المحفوظه، بنضيف دي في مركب بحيث ان هو يعمل عليقه للحيوانات العشبيه زي الاغنام وزي الماعز. دي بتوفر فرص عمل للشباب وفرص عمل معقوله مش بتكلفه عاليه. في نفس الوقت بتديني ثروه حيوانيه. فلو استوردنا كميه من الاغنام او الماعز هتدينا تنتج معانا كميه كبيره من اللحوم، وفي نفس الوقت استفيد منها في مشروع تاني وهو انتاج الالبان. وده مش منتشر في مصر شويه، يمكن منتشر في دول زي اوروبا وبعض الدول العربيه بياخدوا البان الماعز والاغنام وبيطلع منها منتجات البان عاليه القيمه وفي نفس الوقت مستصاغه عندهم، ويمكن حتى لو مش مستصاغه عندنا فيمكن نعمل ده هدف للتصدير. يبقى احنا استفدنا في اكتر من مجال لعمليه بطاله الشباب. حلت لمشكله اللي هي المخلفات، حلت لمشكله زي عمليه السحابه السوداء اللي ظهرت اليومين دول، ما حرقتش مخلفات زراعيه، استفدت بيها. وفرت لي عليقه بسعر مناسب، يعني الطن في الحاله ديت لن يتعدى ال 150 ل 200 جنيه. يبقى ادتني مصدر غذاء رخيص. يمكن الطن العليقه الجاهزه او الحاليه بتوصل ل 1000 جنيه، انا وفرتها لغايه 200 جنيه. بالاضافه للمشكله الاهم وهي توفير البطاله في اكثر من مجال: جمع المخلفات، طحنها، كبسها وتحويلها لعليقه، تربيه وتسمين مثلا الحيوانات العشبيه اللي هي الاغنام والماعز، انتاج البان في اكثر من مجال واكثر من فرصه، وكلها فرص لا تتعدى ال 5000 او ال 10000 جنيه للمشروع ككل. يبقى في نفس الوقت حلت لي اكثر من اتجاه لفرص العمل. نيجي للمدينه. المدينه موجوده هنا لو فرضنا مثلا زي القاهره بيطلع منها مثلا 12 او 13 الف طن قمامه في اليوم. القمامه ديت اهم مصدر من مصادر التلوث، ونفس الوقت مخلفات موجوده بقيمه عاليه جدا قد تصل، يعني ما نتخيلش ان مقلب القمامه ده بملايين. ازاي؟ نجد ان مثلا طن الحديد بيوصل في المخلفات ل 800 جنيه، طن البلاستيك بعد ارتفاع سعر الدولار طن البلاستيك القديم بيوصل ل 1000 جنيه، طن الازاز بيتباع ب 300 جنيه، طن الحديد طن الورق ب 100 جنيه الطن. فلو قدرنا نعمل مشروعات زي ديت ناخد المخلفات ديت وننقلها لمنطقه صحراويه ونفرزها مشروع جديد نستفيد بيه، نفرز القمامه ديت، هنلاقي عندنا مصادر من مصادر المواد الخام كتيره جدا هتوفر عليا تكلفه شراء مواد خام جديده، وفي نفس الوقت هتوفر لي فرص عمل لا تعد ولا تحصى. اهم الحلول لمواجهه بعبع البطاله اللي بيهدد كل بيت هو المشروعات الصغيره، بدليل انه